نعمت مساء يا مليكي. شهرزاد. اسكت يا مولاي. صهن. مولاي، أكذلك كانوا علموك أن تتحدث الجواري إلى الملوك؟ كنت أظن أنك قد رفعتني يا مولاي إلى شرف التحدث إليك. وهل هذا الضحك حديث لديك؟ إن كان يضايق مولاي أني ضحكت إليه فإني أغسل ضحكاتي بدموع الندم بين يديه. بل يضايقني أني سلخت معك كل هذه الليالي ثم لا أدري ماذا أنت يا شهرزاد. أنا يا مولاي عروس لياليك الوضاء. لا تلجئي إلى سحرك يا بنت ويه يا بنت حواء. إني أسأل ماذا أنت هنا؟ إذا قلت لي ماذا أنت قلت لك ماذا أنا. فماذا تريدين مني يا شهرزاد؟ وماذا يريد الطائر من الصياد؟ ماذا يريد الطائر من الصياد؟ بل أيهما المريد وأيهما المراد؟ يا لقلبي مما أنا فيه. ذلك بعض ما أعانيه، أنت تبديه وأنا أخفيه. ولكني أتألم. إن السيف يا مولاي لا يتألم، ولكنه من طول الضراب يتثلم. يا مجرمة. مجرمة؟ وأية مجرمة؟ سب هذا يا مولاي أم تدليل ومكرمة؟ شهرزاد، لآخر مرة أعيد عليك السؤال، ماذا وراء حكاياتك تلك الطوال؟ لا شيء أكثر من البحث عن الحقيقة. البحث عن الحقيقة؟ تلك هي الطريقة. وتبحثين عن الحقيقة في الخيال؟ رب خيال تقرأ الواقع فيه وإن خفيت معانيه. ألم تسمع يا مولاي بما وقع لابن أبي السميط؟ لا، لم أسمع ولا أريد أن أسمع. حصنت نفسي من سحر حديثك يا شهرزاد. من سحر؟ لا، ولن أمكنك من أن تسرقيني مرة أخرى. أسرق؟ لقد قضيت. لا بد أن تموتي غدا يا شهرزاد. غدا يا مولاي؟ غدا. أمتأكد أنت؟ وبهذا حكمت. ماذا؟ تضحكين وأنت تستقبلين الموت؟ قد يكون الموت غير ما ظننت. أليس هو النهاية؟ ربما كان البداية، ولهذا حكاية. فقد زعموا لا يا شهرزاد، عبثا تحاولين. لن أستمع إلى ما تحكين. حكاياتك تلك التي تروينها ثم تعلقينها وتعلقينني بها حتى أضطر إلى الإبقاء على حياتك. لا، لن أستمع إلى حكاياتك.